السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. في هذا الفيديو راني جبت لكم هذه الكراطه اللي بزاف سهله وبزاف بنينه، والوصفه جدا 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 سهله، ما راحش تدي منك كامل الوقت. الوصفه هي كما راكم تشوفوا في الفيديو. قطعت هذون بطاطا مكعبات وقليتها في الزيت، وقطعت تاني هذا الباذنجان وثاني قليته في الزيت. برك حبيت نوضح. انا كنت شويه مزروبه. خليت هذيك القشره الفوقانيه تاع الباذنجان هذيك الكحله. نتوما من الاحسن نحوها. فهمتوا البنات؟ نتوما من الاحسن نحوها. قليتهم في زوج وخلطتهم مع بعضهم. وهذا لاصوص كما راكم تشوفوا. فيه دجاج مقطع مكعبات صغار، مع شويه طماطم وبهارات كما تحبوا. قليتهم شويه مع في الزيت وضفت لهم الماء وخليتها تخسر مليح مليح. لازم هذا اللاصوص يجي خاثر. فهمتوا البنات؟ لازم يجي خاثر، ما يجيش بزاف، غير شويه كما راكم تشوفوا في الكاسرونه تاعي هذيك الصغيره. الاحسن نصيحه يعني هنايا، هذاك اللاصوص لازم تخليه يبرد. فهمتوا البنات؟ كي يبرد هذاك لاصوص ضيفي له هذاك البيض. كيما انا راني درت 4 بيضات، واللاصوص تاعي كان بارد، وضفت هذوك البيض وخلطت مليح مليح. لو كان تخلطي هذاك البيض مع هذاك اللاصوص يكون سخون، هنا البيض تاعك راح يطيب. فهمتوا؟ راح يطيب. انا لا، لازم اللاصوص تاعك يبرد وضيفي له هذوك 4 حبات تاع البيض تخلطي مليح مليح. لاصوص كما قلت لكم، نسيت به نصور. لاصوص سهل. دجاج مكعبات، طماطم، بهارات عادي اللي نستعملوهم، وتوم. هذا مكة تقلي، ضيفي الماء هذا واش كاين وتخليها تخثر. هذه لاصوص، وضفنا عليها هذوك 4 بيضات وتخلطي كيما هكا. شوفوا القوام نتاع هذا اللاصوص نتاعكم. صراحة ما يمكن ذوقي تحسيه بنين. فهمتوا البنات؟ في هذه المرحلة شوفوا أنا هذاك الباذنجان وهذيك البطاطا المقطعة مكعبات في زوج مقليين وخلطناهم، ونضيف هذا اللاصوص عليهم. هذا اللاصوص كما أنا درتو كامل لهذه الخلطة. جاتني قد كما راكم تشوفوا في الفيديو. ومن بعدها تبداو تخلطي. في هذه الحالة لازم تخلطي مليح مليح. فهمتوا البنات؟ لازم تخلطي مليح مليح بهذاك اللاصوص يدخل في هذيك البطاطا وهذاك الباذنجان، يتخلطوا مليح كيما راكم تشوفوا. انا عندي كيما قلت وذكرت انه هذه الوصفه بزاف سهله وما تديش الوقت. ما يمكن تكوني مزروبه ولا تقدروا تعتمدوا عليها في رمضان، لانه وصفه فعلا ناجحه وبنينه. فهمتوا البنات؟ هنا كي خلطتهم ورميت عليه هذا كل شيء، رميته في هذا المول. انا المول تاعي كبير. فهمتوا؟ ودرت هكا ومشيت كامل على هذاك المول نتاعي. كيما راكم تشوفوا سهله، ما داتش كامل الوقت. في هذه المرحله انا خليتها تطيب من تحت. نشف كامل هذاك لاصوص كيما راكم تشوفوا. انا عندي راه نشف كامل. كي شفتو نشف، خرجته من هذاك الفرن وضفت عليه هذا الجبن المبشور. انا درت هذا تاع شيدر. نتوما البنات اي نوع تحبوه، نابولي، شيدر، اي نوع خلاف استعملي. يعني هذا يعتمد على الذوق نتاعك. ديريه فوق هذه الخلطه نتاعي. كي طابتو كل شيء خلاص، ونخليه نفتح عليه الفرن من الفوق وخليه هذاك الجبن كما نقولوا يذوب. فهمتوا؟ يذوب لي كامل ويعطي لي قوش باب. هاكم فاهمين؟ كيما انا هكا صاي ودخلته في الفرن ذاب كامل. غير شفتو ذاب صاي خرجته، ما طوليش عليه بزاف لانه كل شيء طايب. مام لاصوص نشف خلاص، غير الجبن ما حش يدي مني هذا الوقت. يعني 5 دقائق ولا 7 هكاك، يعني مش راح يدي بزاف وقت. انا هذه شوفوا قطعت لكم هذه 2 حبات باه تشوفوا معايا. شوفوا والله البنه واو، بنينه صراحه ما نكذبش عليكم. الوصفه سهله، اعتمدوا عليها. شوفوا هنايا كيما راني ندوركم باه تشوفوا البنه وحدها، والله غير بنه وحدها ما شاء الله. شوفوا مام السمك نتاعها
خشينة ما شاء الله، بنينة كي تاكلي تحسيها مشمخة، وفي الآخر اشتركوا.